ومن تلك الآراء في الشارع المصري نذهب إلى الآراء التي وردتنا على مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد من الرؤى والتوضيحات من جانب المواطنين حول هذا الموضوع مع الزميلة آلاء حامد. تفضلي آلاء. شكرا محمد واهلا بكم مشاهدينا. بالفعل محمد وردت الينا حتى الان اراء كثيره جدا حول موضوع الحلقه، وجاءت معظم الاراء كما في الشارع ايضا تؤيد هذا القرار وترحب بشده بادراج الفلاحين ضمن منظومه التامين الصحي. نتعرف معكم الان على مجموعه من هذه الاراء، ونبدا مع عز الدين الحريري، فهو يقول: كيف حتى الان لم نفكر في ادراج الفلاحين في منظومه التامين الصحي؟ فهل هذا يعقل في بلد اسمها كبير ذو حضارة عريقة؟ وهو أيضا يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية حتى تستقر البلاد. معنا أيضا مشاركة من صديق البرنامج الخضر حسيب، يقول: يجب إدراج كافة فئات الشعب المصري في منظومتي التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، لأن المعاش والصحة أهم شيء في حياة المصريين، وهذا الأمر